بنرجع مرة تانية لقصة انفينسيبل عشان خاطر نكمل مع بعض الكوميكس ده. طبعا في الفيديو اللي فات وصلنا ان اومني مان كان بيواجه مارك وحرفيا دمروا الدنيا، ولكن في النهاية بنشوف ان اومني مان بيسيب كوكب الارض بالكامل بعد الجملة بتاعت مارك اللي اثرت فيه بشكل كبير. طبعا زي ما احنا عارفين ده كله كان بيتصور في المسلسل ومنقول كمان على التلفزيون. هنا بقى في الكوميكس مارك ما شافتش كل ده، هي في الاول كانت فاهمة بس ان اومني مان شكله شخص وحش وخلاص. بعد كده حصل ان هي بدأت تدخل في حالة ادمان كحول بسبب ان اومني مان مشي، وكمان لدرجة إن هي ممكن تكون لمته على مارك. في لحظة في الكوميكس كمان بتقوله هو أنت ليه بعت أبوك، وهي كانت سكرانة. وفي الحالة دي مش هنقدر نلومها قوي لأن هي كانت فعلا سكرانة. بعد كده أهم حاجة بقى خليتها تعرف الحقيقة إن التسجيل الكامل للأحداث اتسرب للإعلام، فشافت إن أومني مان عمره ما كان مهتم بيها أصلا، وإنه كان بيحبها كحيوان أليف زي ما اتقال. وده خلى الحالة بتاعتها تسوء أكتر وتدخل في إدمان كامل، وبقت غالبا طول الوقت سكرانة، ومارك كل ما يرجع البيت يلاقيها بالشكل ده على طول. لو انت بقى اول مرة على القناة ما تنساش سبسكرايب شير كومنت لايك عشان يوصلك كل جديد اول باول، ولا بنكمل مع بعض. كمان هنا في حاجة تانية مهمة، ان مارك كشف الهواية بتاعته لامبر، فكانت العلاقة بينهم داخلة على مرحلة مختلفة، لانها كانت تقريبا بدأت تفهم ده بنفسها اصلا. ودلوقتي بقى بنوصل لنقطة غريبة شوية، ظهور شخصية تسمى ساينس دوغ، وده بيبان حاجة مستحيلة في الأول لأن في الحقيقة الشخصية دي مجرد شخصية كوميكس مارك أصلا كان بيقرأها، فطبيعي يفكر ان الموضوع هزار او حد بيشتغله، علشان كده بيبدأ يهجم على الشخص ده فورا لانه رافض يصدق انه حقيقي. وفي الظروف العادية مارك ما كانش يتصرف كده، لكن بعد كل اللي حصل مع ابوه هو بقى متوتر وعلى اعصابه جدا، فبالتالي هو على طول بيهجم على ساينس دوغ وبيفقد اعصابه. وبعد شويه الامور بتهدى شويه بشويه ونعرف ان الشخصيه دي بيكشف عن نفسه وانه اصلا مش ساينس دوغ لكنه كان فضائي يسمى ثاراكسون. هو كان لابس شكل الشخصيه بتاعت ساينس دوج عشان خاطر ده كان اسهل طريقه يقرب بيها من مارك ويتكلم معاه، وكمان علشان خاطر يقدر يوضح ليه ان هم فعلا محتاجين ان هو يساعدهم، وان كمان الزعيم بتاع الكوكب بتاعهم طالب حضوره هناك. الموضوع بياخد مثلا حوالي اسبوع او اسبوعين لحد ما بيوصلوا لحد هناك. ولما مارك بيوصل بيلاقي ان الكوكب ده كل اللي عايشين فيه يعني كائنات كده شباب الجراد او الحشرات شكلهم غريب جدا. وفجأة بيقولوا له ان الزعيم بتاع العالم عاوزك، واول ما بيدخل قاعة العرش بيلاقي ابوه واقف هناك. اومني مان موجود على الكوكب ده. وهنا بقى بتيجي اهم نقطة، ازاي اومني مان وصل هنا وايه اللي حصل ليه طول الفترة اللي فاتت. في الاول بيحصل توتر شوية وكل واحد بيهجم على التاني، لكن في الاخر بيقفوا وبيحضنوا بعض، ودي لحظة قوية جدا ومؤثرة. بعد كده الحوار بيبدأ، انت كنت فين وايه اللي حصل كمان. اومني مان بيشرح ان لما كان من عرق الفيلترومايتس كان فعلا ماشي على الهدف بتاعهم زي ما المفروض، ان هو مثلا يوسع الامبراطورية والسيطرة، ده كان كل تفكيرهم تقريبا. ولكن لما وصل على كوكب الارض خصوصا بعد ما خلف مارك، النظرة بتاعته اتغيرت تماما. الأرض غيرته وخلته يشوف الأمور بشكل مختلف، ولما جه وقت إنه يقتل مارك ما قدرش يعمل كده، خصوصا لما مارك قال لي إنه رغم كل حاجة هيفضل يعتبره أبوه. الكلام ده خلى أومني مان يعرف قد إيه ابنه فعلا بيحبه، وقد إيه الحياة اللي كان عايشها على الأرض بقت ليها معنى بالنسبة ليه. مارك بيقول له يرجع البيت يشوف أمه اللي حالتها بقت وحشة جدا، لكن أومني مان بيرفض حاجة زي دي. بيقول إن حتى لو عاوز يرجع مفيش أي طريقة، الارض مش هتقبله بعد اللي عمله، ومفيش رجوع بعد ما الباب اتفتح، مش هيقدر يدخل تاني كانه ما حصلش حاجه. وكمان بيقول ان الفيلترومايتس هيجوا وراه لانه خانهم وترك مهمته. بعد كده بيشرحوا نظام الكوكب اللي هو فيه دلوقتي، هما بيختاروا القائد على اساس الاكبر سنا لان عندهم عمر قصير جدا حوالي 9 شهور فقط، فبما ان هنا اومني مان عايش الاف السنين فبالنسبه ليهم هو اقدم واحد، فاعتبروه هنا القائد مباشره. بس طبعا الموضوع مش ساذج كده بالكامل، لانه واضح ان عمل حاجات علشان خاطر يكسب الثقة بتاعتهم، زي انه انقذ الكوكب بتاعهم من تهديدات قبل كده. هو كمان بقى عنده عيلة هناك بشكل غريب شبه الحشرة وابن كمان، والابن ده عنده جلد بنفسجي، وده هنا بيبقى مصدر قلق كبير جدا لأومني مان، لأن الفيلترومايتس عندهم فكرة إن أي حد غير راقي جينيا بيتم اعتباره مرفوض وكمان خطر. وبالتالي لو واحد هنا من الفيلترومايتس خلف طفل مع حد مش نقي أو شكله مش مطابق للعرق بتاعهم بيتم اعتبار الطفل ده غير مقبول وبيتم قتل الطفل ده فورا. وفي الظروف العادية أومني مان عمره ما كان هيعمل كده من الأساس، أو لو كان عمله فكان هيدخل في إطار مهمة التسلل والسيطرة على الأرض، وساعتها كان هيعتبر الموضوع عادي ومش فارق معاه لو ابنه اتقتل، المهم هنا المهمة تكمل. لكن هنا الوضع مختلف لأنه بقى حرفيا بيقول لا أنا لازم ابني يعيش، أنا مش هسمح للفيلترومايتس إن هم يقتلوا ابني.
فبيوصلوا لفكرة ان هم لازم يهربوا الولد ده ويحموه قبل ما الفيلترومايتس يوصلوا. بس المشكلة الكبيرة بقى ان الخطة كانت ان مارك يساعد ابوه يدافع عن الكوكب لما الفيلترومايتس يجوا، لكن الحقيقة ان هم بالفعل وصلوا. هم عددهم قليل جدا، يمكن 3 بس ده في حد ذاته كفاية، وده بيوضح قوة العرق ده، ان حتى عدد صغير منهم ممكن يعملوا كارثة كبيرة. ومع بداية حرب الفيلترومايتس الأمور هنا بتبقى جنونية جدا، وصدقني رغم قوة أومني مان اللي شفناه فهي ولا حاجة مقارنة بزعيمهم ثراج. أول ما القتال بيبدأ أومني مان بيقول لمارك خد عيلتي ودوم لمكان آمن. في كذا سبب. أول حاجة إن مارك لسه مبتدئ ومش عنده كمان خبرة في قتال الفيلترومايتس، هو بس قاتل أبوه قبل كده. تاني حاجة إن أبوه تقريبا على نفس مستوى باقي الفيلترومايتس، فلو مارك ما قدرش عليه لوحده هيعمل ايه قدام 2 أو 3 منهم؟ هيتفشخ بسرعة حرفيا. وكمان مارك هو اقوى شخص في الكوكب بعد اومني مان، فده بيخليه انسب واحد يحمي العيلة ويوصلهم لمكان امن يسمى الكهوف، وهو مكان سري. في نفس الوقت بيتوضح ان اومني مان ما تمش اختياره عشوائي، ده كان عامل انجازات قبل كده علشان خاطر يحمي الكوكب ده. لكن المشكله هنا ان مارك بيتم تتبعه من واحد من الفيلترومايتس يسمى لوكان، ودي طبعا شخصيه قويه جدا وما فيهاش كمان هزار، وبيتعامل مع الموضوع انه لازم يخلص على الولد ده باي طريقه. طيب هنا بقى الجميل بصراحه ان مارك شبيه جدا بفيلترومايتس، فممكن يعدي عليهم كواحد منهم، ومش هيبان انه نصه بشري غير لو عملوا تحليل دي ان ايه. فلو كان وافق يمشي مع ابوه ويغزو الارض كان ممكن الموضوع يعدي ويعيشوا عادي، بس ده ما حصلش. ومع اول مواجهه مارك بيقدر يضرب لوكان ضربه مفاجاه ويهرب شويه، لكن لوكان بيطاردهم بسرعه كبيره جدا، وده بياكد ان الفيلترومايتس مستوى تاني خالص غير اي حاجه مارك واجهها قبل كده. وفي اللحظه دي اومني مان بيوصل وينقذ الموقف وبيشتبك مع لوكان بعنف شديد. بعد كده ما بنشوفش تفاصيل المعركه، بس بنشوف اومني مان راجع متغطي بالدم، فغالبا قتل لوكان او على الاقل شاله تماما وخلاه خارج اللعبه. ولما بيسالوه حصل ايه بيقول ببساطه مش دمي، هو خلاص مات. وبعد ما بيرجعوا للمدينه بيلاقوا ان جزء كبير جدا من السكان اتدمروا او اتقتلوا كمان بسبب الهجوم. المدينه هنا بقى بقت متدمره تماما، وعدد كبير من الناس كمان من دول ماتوا. والغريب هنا بقى انه في اي ظرف تاني اومني مان كان هيقول ماشي عدي يا عم الجزء ده وخلاص ايه المشكله، وما كانش كمان هيعمل اي ضجه او كمان اي اهتمام. ولكن دلوقتي الوضع مختلف، لان اومني مان بيحاول يتغير، بيحاول يبقى شخص كويس، بيحاول يبقى بطل، وده حتى حاجه هو بيقولها بنفسه. انا المفروض ما اهتمش ان هم ماتوا، انا قبل كده كان على ايدي دم اكتر من كده بكتير، ومع ذلك انا غضبان. الفكره هنا ان اومني مان كشخص طول عمره ما كانش بيتعامل مع المشاعر بتاعته بشكل طبيعي، هو تقريبا عايش حياته كانه شخص بلا مشاعر حقيقيه، شايف الناس ادوات لتحقيق اهدافه بس. فلما فجاه يبدا يحس بمشاعر وكمان ارتباط وحزن، هو حرفيا مش عارف يتعامل مع ده، زي واحد بيشوف الوان لاول مره، حاجه غريبه ومش مفهومه وتربكه كمان. بس الفرق ان المشاعر قوي بكتير، فبيبقى في حالة انهيار داخلي، وعلشان كده بدل ما يسيطر على نفسه بينفجر، وفي اللحظة دي بيهاجم مارك وبيبدأ يضربه بعنف. ولكن فجأة بيظهروا 2 من الفيلترومايتس اللي كانوا السبب في الدمار ده، وهنا اومني مان بيحول غضبه ليهم. والحاجة المميزة في الفيلترومايتس ان هما في العادي بيقاتلوا بشكل هادي ومنظم جدا، مفيهوش انفعال، كل حاجة عندهم محسوبة ودقيقة كأنها قتال احترافي. لكن المشكلة ان اومني مان في اللحظة دي بيقاتل بمشاعره بغضب وانفجار مش بهدوء. مارك كمان بيحاول يدخل يساعد، لكن هو حرفيا مش قادر عليهم، وكمان بيتداس تماما في وسط المعركة دي، مفيش أي مقارنة أصلا في المستوى. أومني مان في الآخر بيتدخل وبينقذه، وبيمسك الاتنين حرفيا وبيكسرهم بطريقة عنيفة جدا، لدرجة إنه بيربط راسهم في بعض وبينهيهم تقريبا فورا. بعدها بيحاول يهدي الموقف وبيقول لمارك انه لازم يركز ويتحكم في نفسه، لان انه شاب ومليان مشاعر ده مش عذر هنا، لو عاوز يعيش لازم يبقى دقيق ومركز، لان الاعداء دول مش عاديين خالص، دول مقاتلين بقالهم الاف السنين. وبعد ما الامور تهدى شويه مارك بيكون مرهق جدا ومضروب، واومني مان بيحاول يساعده. ولكن فجاه لوكان بيرجع تاني من غير اي توقع، الراجل اللي اومني مان كان المفروض قتله راجع وهو مصاب بشده. الغريب هنا ان هو ماسك احشائه حرفيا بايده ومكمل عادي رغم كل ده، يعني الوضع لسه مكمل ومفيش اي امان. وده طبعا كله قبل ما نوصل لمرحله ان حتى دول مفهومش حاجه اصلا مقارنه كده بشخصيه ثراج. بعد كده بنوصل لجزء من الجنون شويه، الراجل فعليا هنا بيشيل اومني مان تماما، بيخليه يفقد الوعي وبيسيب مارك شبه ميت، لان في النهايه الهدف مش مارك، الهدف هنا هو اومني مان، دي الخطه الاساسيه. وعشان كده بعد كده مجموعة تانية من الفيلترومايتس بيظهروا وبيبدأوا هنا يجمعوا الموضوع وبيمسكوا مارك، لكن بصراحة ممكن نقول إن كسب شوية احترام عندهم. الفيلترومايتس لو حد قاتل بشجاعة حتى لو مش قوي كفاية بيكسب احترامهم،
فمارك رغم انه ما قدرش عليهم لكنه قاتل بقلبه بشجاعه، وده خلى نظرتهم ليه احسن شويه، مش لدرجه انه يبقى واحد منهم او يقعد معاهم على نفس المستوى، لكن على الاقل هنا مش بيستهزئوا بيه. في اللحظه دي بقى اومني مان بيتاخد وبيقول له حاجه زي اقرا الكتاب بتاعي. وفي نفس الوقت واحد من الفيترومايتس بيجي لمارك وبيقول له احنا عالجنا جروحك، ولما مارك يسال ليه بيقولوا له حسب كل المقاييس انت اثبت انك تستحق فعلا تبقى جزء من الامبراطوريه بتاعت الفيترومايتس. وبدأوا فعلا يفكروا ان هما ممكن يخلوه يبقى ممثل الارض او وكيل ليهم على الكوكب، يعني مهمته انه يجهز الارض علشان خاطر يسيطروا عليها. ولكن المشكله الكبيره هنا ان لو مارك رفض او ما التزمش هيتم قتله فورا. هم عارفين ان هم اقوى منه بكتير ومش محتاجين يستنوا لحد ما يبقى قوي علشان خاطر يهددهم. بعد كده مارك بيرجع للعيله بتاعت اومني مان وبيقول بقى لزوجته الغريبه ان جوزها اتاخد ومش موجود، وبيساعدهم شويه في اعاده البناء، وبعدين بياخد اخوه الصغير ويرجعه للارض علشان خاطر يوريه شكل الحياه هناك ويخليه يعيش تجربه عيله حقيقيه. بس الموضوع معقد لانه ما كانش حابب اصلا ياخده معاه، لكن الظروف فرضت عليه ده، وكمان عمر السراكسيين قصير جدا فمراته اصلا مش هتعيش كتير، فبيبقى في سؤال مين هيحمل الولد ده بعد كده. فمارك بقى شبه المسؤول عنه، ولما بيرجع الارض امه بتستقبله وهي مبسوطه جدا، اللي هو اخيرا مارك انت رجعت، وبيقول لها ان جاب هديه وهي طبعا اخوه الصغير. وبعدين بيبدا يشرح ليها ان ابوه هو اللي بعته هناك وانه عمل ايه كان بيغزو الكوكب ده، وهي بتساله بصدمه هو قال حاجه عني. ومارك بدل ما يخفف عنها بيكون صريح زياده عن اللزوم وبيقول ليها لا ما جابش سيرتك، وده بقى بيكسرها جدا، خصوصا ان هي لسه بتحبه وفي حاله نفسيه سيئه اصلا، فبترد ان هي محتاجه تشرب. والموضوع اللي بيبقى مجنون هنا ان مارك كمل الضغط اكتر على امه في اللحظه دي، وبيبدا يقول لها لازم نتكلم عن اخويا. وساعتها هي بتكتشف ان مش بس جوزها سابها وراح عالم تاني ومش بيجيب سيرتها خالص كانه كده مش مهتم بيها، ده كمان عمل طفل تاني هناك، يعني حرفيا كانه كمل حياته عادي جدا من غيرها، وده بيكسرها من جواها بشكل كبير جدا. بس الحاجة الغريبة والجميلة في نفس الوقت إن لما دي بتبدأ تستوعب حقيقة اللي حصل وتفهم الوضع اللي هي فيه، إن ابنها اتجاب لعالم تاني بواسطة أبوه اللي كان بيحاول يغزو الأرض، وإن هي أصلا مش قادرة تحدد مشاعرها تجاهه، بعد ما تعدي الصدمة دي بتوصل لحاجة مختلفة. بتبص للطفل وتلاقي نفسها بتقول هو لطيف شوية، والطفل ده بالنسبة ليها يعتبر كده مصدر أمل، لأنه رغم كل الفوضى اللي حصلت بيديها حاجة تمسك فيها. والفكرة هنا إن واحد بيعاني من الإدمان زي ديبي مش دايما بيبقى كفاية إنه يقوم لوحده، أحيانا لازم يكون عنده سبب يخليه عاوز يعيش ويكمل، ووجود الطفل ده بيديها سبب جديد تتحمل علشانه. حتى لو هي مش قادرة تكون مع نولان فبقى عندها حاجة مرتبطة بيه بشكل أو بآخر، كأنها بتحاول تحافظ على أثره أو إرثه، وده بيديها نوع من الهدف حتى لو الوضع كله معقد وكمان مش مثالي. وفي وقت ما هيوصل لحظة إن هما فعلا يقابلوا بعض تاني، والموضوع مش هيكون بالشكل المتوقع خالص، ودي من أقوى لحظات الكوميكس. بعد كده بنرجع لمارك مع أمبر. المشكلة إن مارك لما رجع كان أساسا مديها تفسير بسيط جدا مش واضح، منه خليك واثقة فيا أنا هرجع وكله هيبقى تمام، لكن هو اختفى لمدة شهرين. امبر هنا كانت فاكره انه هيغيب وقت اقل بكتير من كده، فبالنسبه لها الموضوع كان صدمه. والمشكله الاكبر ان مارك نفسه ما كانش عارف هيرجع امتى بالظبط، فده خلى الموضوع كله يعتبر كده مش حلو. فامبر بدات تحس ان هي عايشه علاقه مش مستقره، واحد بيختفي فجاه شهور من غير موعد رجوع واضح، وده بيخليها تفكر في العلاقه نفسها، هل هي قادره تعيش كده؟ هل تقدر تستنى شخص ممكن يغيب شهور او سنين من غير ما يعرف ممكن يرجع امتى بالظبط؟ هي مش بس بتفكر في اللحظة الحالية لكن كمان في المستقبل، لأن الواضح إن العلاقة هنا بقت جد مش مجرد حاجة بسيطة كده في سن الجامعة وخلاص. العلاقات يا إما بتكون مؤقتة يا إما بتبدأ تتحول لشيء جدي بيفكروا فيه للمستقبل، وساعتها السؤال الحقيقي بيبقى هل ينفع تبني حياتك مع شخص حياته كلها خطر وغياب مفاجئ؟ وفي الآخر أمبر نفسها مش عارفة تاخد قرار واضح، والعلاقة تبدأ هنا تهتز جدا وبقت على وشك إنها تقع أو تستمر حسب قدرتها على التحمل. ونكمل بقى مع بعض في الفيديو اللي جاي. فلو أنت بقى أول مرة على القناة ما تنساش سبسكرايب شير كومنت لك عشان خاطر يوصلك كل جديد أول بأول، وأشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.